مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بكل خير وكل صحة وسعادة. هعمل معاكم النهاردة مكرونة وايت صوص، بس حاجة كده طعمها خرافة، جميلة جدا وكريمي بطريقة هايلة. وهعرفكم بقى كمان على سر من أسرار المطاعم والفنادق، وخاصة المطاعم المشهورة جدا جدا كمان. سر بسيط وسهل قوي قوي، بس أهم حاجة إن احنا نعرف مصدره ونعرف مكانه، لأن فعلا أنا شخصيا كمان يعني اقدر اقول لكم ان انا اول مره كمان اتعرف على السر ده. جايبه لكم منتج هايل من شركه بيروت. المنتج ده عباره عن مجموعه من التوابل، او اللي نقدر نقول عليها البودر. آه، اكتر من نوع واكتر من صنف، يعني عندي هنا بودر لنكهه الشوي، وبودر لتوابل الرز المدخن، طبعا حاجه كلنا عارفينها، الرز المدخن اللي بالخضار وبالفراخ. وعندي بودر بنكهه جبنه البرمجان، ومسحوق او بودر خاص بتماسك البرجر والكفته. وطبعا في كمان الجبنه الشيدر ده. غير بقى انا عايزه اقول لكم في اكتر من 104 صنف، او اكتر من 104 بودر، هنتكلم عنهم واحد واحد. تعالوا نشوف وصفتنا. انا هحط عندي هنا معلقتين زبده ومعلقتين دقيق، وهقلبهم كويس جدا مع بصله مبشوره ناعم، وهبدا اقلب لحد ما يتقل معايا. هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن وكوبايه من ميه سلق المكرونه، وهتقلبه كويس جدا لحد ما يفك معاكي، او تضربيهم هاند بلندر. وهنحط مكعب مرق وشوية ملح وشوية فلفل اسود وحبة من الريحان الناعم ومعلقة من الجبنة الكريمي. وبعدين هقلب وتدوب معايا. هنزل بشويه من الزيتون الاخضر والمشروم الفريش، على حسب بقى رغبتكم، مش عايزينهم خالص بلاش، عايزين تحطوا فراخ برضو ممكن اللي تحبوه. وهقلب كويس جدا معايا لحد ما يدوب. تعالوا بقى نشوف طريقه استخدام البودر ازاي، لان كل نوع منهم ليه استخدامه. ده شكله من جوه هو عامل زي الدقيق كده بالظبط، وريحته خرافه. هاخد كوبايه معايا كامله منه، وهضربها على كوبايه من اللبن. لو عايزين بالجرام يبقى اللبن هيبقى 200 ملي، والبودر بودر جبنه البرمجان هيبقى 100 جرام. وهضربهم كويس جدا في الخلاط او هاند بلندر زي ما تحبي. اهم حاجه قبل ما انسى، اللبن بيبقى مغلي سخن جدا جدا. بصوا انا بوريكم هنا انها قد ايه تقيله، بتعلم معاكي في المج. وهضيفها على، نرجع بقى للحله، وهنضيفها على صوص الابيض اللي احنا عملناه. بصوا قد ايه كريمي، ريحتها خرافه، انا مش قادره اوصف لكم جمالها. وبعدين هضيف شويه من الكزبره الخضراء او البقدونس على حسب ما انتوا عايزين. انا حطيت هنا كزبره، وكنت سلقه طبعا حوالي كيس ونص مكرونه، اللي هي المكرونه الصينيه او القلم. وبعدين هنضيف عليها كل الصوص ده اللي احنا عملناه، وهنقلبها كويس قوي قوي بحيث انها كلها تدخل في بعضها كده زي ما انتوا عارفين، وهتبقى كريمي وهايله وريحتها خرافيه. ممكن تحطوا موتزاريلا في الوقت ده وتدخلوها عندكم في الفرن، تاخد لون بس كده تحت الشوايه مش اكتر. وممكن تعملوا زي ما انا هعمل دلوقتي كده بقيه صوص البرمجان اللي احنا جهزناه من شركه بيروت، هنحطه عندنا على الوش بالشكل ده. صوص ريحته لوحدها كفايه، انا والله مهما وصفت لكم في جماله انا نفسي ما صدقتش. فظيع حقيقي حقيقي، المنتج رائع جدا جدا جدا. استخداماته كتير قوي للبشاميلات بانواعها، النجريسكو طبعا، ممكن الوايت صوص زي ما عملنا النهارده، الجلاش بانواعه. الفتره الجايه ان شاء الله هعمل لكم مجموعه وصفات هايله بكل البودرات الخاصه بشركه بيروت. طبعا هما بيبيعوا جمله وبيبيعوا قطاعي، والقطاعي بيبقى كيلو بتطلبيه بيجيلك لحد البيت وتجربي زي ما انت عايزه. بصوا شكل المكرونه ما شاء الله قد ايه كريمي وهايله. ده غير بقى انا اتفاجئت بقى بالطعم ودرجة التمليح، اتفاجئت بالريحة، نكهتها فظيعة، كأني حاطة بالظبط ربع كوباية من الجبنة البرمجان. بس ناهيكوا طبعا عن فرق السعر، انتوا كلنا عارفين فرق يعني سعر الجبنة عالي جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم.